كل فنان له أسلوبه، لكن جميل أن الفنان يتميز خامة مميزة وتنفيذ عمل مميز صاير بأسلوبه الخاص. الاسم عبد الله إبراهيم الحايكي، ومهنتي اللي هو الرسم والنحت. أول قطعة منحوتة خشبية كانت هذه تقريبا 20-25 سنتي في 15 سنتي صغيرة، وشفتها ما شاء الله طلعت كمبنى تراثي وللحين موجودة عندي محتفظ فيها. جدارية تراثية نفس الروشنة وفيها جرة، يعني زباين يبون يشترونها فسويت عليها قوالب، هذه للحين أنا محتفظ فيها، فسويت عليها قوالب أبيع القوالب اللي منها. هي لازم نحاسب، لازم السفتي يعني على قولتهم شيء أساسي من ناحية العين، القفازات، القلاوس، هالأمور، لأن هذه أدوات القشبار والنشارة الخشب إذا راحت في العين فتكون خطيرة. وأغلب اللي تشوفين في السوق هذه يقلد هذه وهذه يقلد هذه، هو مو عيب، ولكن أنا بالنسبة لي أحب أبتكر شيء جديد، أطلع بفكرة جديدة. فكنت أرسم قبل أكريليك وهالأمور، فاتجهت إلى الرسم بالألوان الترابية. أسلوبي صاير في لوحاتي وفي أعمالي الخشبية الألوان، مستخدم الألوان الترابية اللي هي الرسم بالقهوة، هذه ألوان ترابية، الرسم بالحرق على الخشب كذلك هذه الألوان الترابية، وبالإضافة إلى المنحوتات الخشبية هذه صايرة من خامة الخشب ألوانها البنية والترابية. فحلو لما أخلي معرض أو شيء أعرض هذه الأعمال فيها، مريحة للعين بالنسبة لي، تشوف الألوان كلها موحدة صايرة بس دارك ولايت. في أكبر منحوتة رملية سويتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي، هي لنادار، كان سنة الشعار هي لنادار، فسويتها في فندق السوفيتيل في مساحة تقريبا 20 متر، كانت أكبر منحوتة رملية، وحتى مصورين فيها صورة جماعية يبينها أحجام الأشخاص اللي واقفين وحجم المنحوتة. فهذه آخر منحوتة قدمتها من رملية، وفي منحوتات على الخشب بعد أحجام ضخمة بعد قدمناها، ومنحوتة رخامية آخر حدث صار مخيم النحاتين في عمان. هذه آخر فترة يعني اللي سويتهم الأعمال.